السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم هاد السلطه اللي كتوجد بسرعه خف الزربن كما كنقولوا. راه كتجي رائعه رائعه. تابعوا معايا الفيديو. عندي هنايا لي بات فيس سلقتهم في الماء وشويه ديال الملحه وشويه ديال الزيت. ضروري الزيت باش من بعد ما كتبقاش تعجن لينا. هنايا ضفت عليها شويه زيتون خضر مقطع، خضر، زيتون خضر بالعظام مقطع، هكا دوائر. شويه الفلفله حلوه الحمراء والخضراء الا عندكم الوان. هنايا واحد الحبه ديال الجزر محكوكه. بالنسبه للخيزو ملي حكيت الجزر عصرت عليه شويه ديال الحامض باش ما كيكحل ليناش. ومن بعد ضفت عليه شويه ديال الخس مقطع، شويه ديال الخيار، هذه حبه ديال الخيار منقي ومقطع مكعبات صغار. عندي هنا حبه صغيره ديال البصل حتى هي مقطعه هكايا لشرائح. عندي هنايا شويه ديال المايز الا يعني بغيتو. هاد المكونات اللي عندكم ديروه، اللي ما عندكمش راه غتستغناو عليه، ماشي ضروري ديروا كاع هاد المكونات هادو. كما كتعرفوا الشلاضه راه كنديروا فيها اي حاجه، وخصوصا الدراري الصغار راه ما كيبغوش ياكلوا لنا الخضر. يعني هكا الا كانوا مفورين ولا هكا يحسن راه كياكلوهم، يعني بحال الفلفله وخيزو راه كياكلوهم بلا ما يحسوا، والخيار كذلك. ويعني حتى حاجه ما طايبه من غير لي باط، هما اللي خصهم ضروري يتسلقوا. وملي تسلقوا لي باط ضروري دوزوهم في الماء البارد باش هكا كيبقاو يقبطوا في راسهم. ومن هنا كنسرعوا يعني العمليه ديال اننا نبردوهم وكنتخلصوا من داك النشا اللي كيكون فيهم باش ما كيتعجنوش لينا. وبالنسبه لي باط، من بعد ملي تصفيوهم غادي تضيفوا عليهم شويه ديال زيت العود هكذايا باش ما كيجيوش ناشفين. صافي هنايا كما شفتوا انا حطيت هاد لا سالاد هذه في الطبق ديال التقديم، وزينتها بشويه طوماط سوريز وشويه ديال الطون. يعني كل هادشي كاع راه اختياري، اللي عندكم ديروه، اللي ما عندكمش المهم انكم يعني تنوعوا هاد لا سالاد هذه. اي حاجه عندكم تقدروا تزيدوها وصافي. وهنايا غادي نضيف شويه ديال الزيتون هكايا كحل، الزيتون الاسود. وغادي نضيف ايضا البيض مسلوق اللي بغى يضيفو حتى هويا، يعني باش كتكون واحد السلطه اللي هي غنيه فيها جميع المكونات جميع وكتكون حتى المنظر ديالها كيكون شهي بالنسبه للوليدات الصغار وحتى حنا الكبار. خصوصا هاد الشلطه كتجي زوينه في الصيف مع الحراره، يعني كتكل هكذايا بارده. وتقدروا تزيدوا معاها هكا شي حاجه اخرى، الحوت مشوي ولا شي حاجه كتجي زوينه. صافي هنايا انا رافقتها بالصلصه ديال المايونيز سبق لي حضرته معاكم، راه يعني ساهل. وصافي وهذه هي الشلاضه ديالنا ديال اليوم. كنتمنى تنال اعجابكم وتجربوها، راها كتجي بنينه بنينه. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.